النهاردة هحكي لك قصة نصاب اتوصف بالحرباية البشرية لأنه قدر يخدع أجهزة أمنية ومؤسسات مستحيل يتم اختراقها أو خداعها. فريد بريتو، الراجل اللي ما كانش بينصب عشان الفلوس وبس، ده كان بيعشق التمثيل لدرجة انه عاش مئات الحيوات في جسم واحد، او قدر انه يعيش بأكتر من 100 شخصية مختلفة. ده مش رقم مبالغة، ده حرفيا. بريتو ما كانش نصاب تقليدي، ده كان فنان بيعرف يبيع الوهم في شكل شهادات دكتوراه وتوصيات من رؤساء وبدل غالية بتخبي وراها ماضي أسود من الفحم. وقدر يثبت للعالم إن المظاهر هي أقوى سلاح ممكن يدمر العقول. من سجون لوس أنجلوس في كاليفورنيا لدهاليز الكابيتول بالبيت الأبيض، ومن لبس الكهنة ورجال الدين الموقرين لكرسي المستشارين والسياسيين، فريد بريتو قدر يخلي نص أمريكا تسقف له، هي أصلا مش عارفة هي بتسقف لمين. بل وازاي قدر يخترق نظام التدقيق اللي بيفحص دبة النملة. دلوقتي أنا هحكي لك قصة الشخص اللي خلى النصب مهنة ليها أصول وقواعد. قصة فريد بريتو هي الدرس الأكبر في إن الثقة العمياء أول مسمار في نعش الأمان، وإن الشخص اللي بيبان مثالي زيادة عن اللزوم غالبا بيكون هو اللي شايل في جيبه أكبر خدعة ممكن تقابلها في حياتك. تعال بقى ندخل في كواليس حياة أشهر نصاب في تاريخ أمريكا الحديث، ونشوف إزاي الحرباية البشرية ده كان بيغير جلده مع كل مصلحة جديدة، وإيه هو الثمن اللي دفعه في الآخر لما الستارة وقعت والجمهور عرف الحقيقة. يلا اضغط لايك وما تنساش تفعل الجرس. أنا محمد سعد الله، ويلا بينا على الموسيون قصة. فريد بريتو ما كانش مجرد واحد بيكذب كذبة صغيرة عشان يعدي مصلحة، ده كان مهندس بيبني واقع موازي من وحي خياله. البداية كانت بسيطة، شاب بيبص في المراية وبيقول لنفسه ليه أكون فريد الفقير لما ممكن أكون أي حد تاني أنا عايزه. أول مهارة اتعلمها فريد كانت إتقان لغة الجسد والثبات الانفعالي. كان بيقدر يبص في عينك ويحلف لك إنه خريج هارفارد وقلبه ما يتهزش ولا عينه ترمش حتى. بدأ يزور شهادات جامعية ببراعة مذهلة، ما كانش بيكتفي بورقة مكتوب عليها دكتوراه، ده كان بيصمم تاريخ كامل للشخصية اللي بيلبسها. كان بيقضي ساعات في المكتبات العامة يقرأ عن القانون والسياسة والطب، مش عشان يتعلم العلم، لا، عشان يتعلم المصطلحات اللي تخلي المتخصصين يفتكروه واحد منهم. أول ضحاياه ما كانوش ناس بسيطة، ده بدأ يقتحم دوائر الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح، غير الربحية، بسي في ملوش آخر مليان إنجازات وهمية. كان بيعرف يلبس البدلة اللي تليق على المنصب ويتكلم بلكنة الأكابر اللي تخلي أي مدير موارد بشرية يفتح له الأبواب من غير ما يتأكد من شهاداته. الغريب إنه في كل وظيفة كان بياخدها كان بيثبت كفاءة تمثيلية غريبة، لدرجة إن الناس كانت بتنبهر بشخصيته القيادية وقدرته على الإقناع. فريد كان بيعتمد على ثغرة في النفس البشرية، وهي إن الناس بتحب الواجهة اللامعة، وإن محدش بيدور ورا حد واثق من نفسه زيادة عن اللزوم. أول مرة اتقبض عليه فيها كانت في السبعينات، بس السجن بالنسبة له كان مدرسة، يعني قعد يدرس الشخصيات اللي معاه ويطور من أساليبه في الخداع. وطبعا لما خرج من السجن ما خرجش تايب، بل بالعكس، ده خرج وهو مقرر ان النصب المرة دي مش هيكون على أفراد، ده هيكون على مؤسسات بحالها. اخترع لنفسه اسم جديد وهوية جديدة، وبدأ يراسل شركات كبرى في لوس أنجلوس بصفته مستشار إداري دولي، وفعلا بدأ يجمع ثروة من مرتبات وهمية. فريد بريتو اكتشف ان العالم مجرد مسرحية، مسرح كبير، وان اللي بيتقن دوره فيه بيقدر يوصل لأي مكان هو عاوزه.
حتى لو ما كانش يملك من العلم غير لسانه. كان بيزور خطابات توصية من أعضاء في الكونغرس ومن ملوك ورؤساء، وبذكاء شديد كان بيحط أرقام تليفونات هو اللي بيرد عليها بنفسه بأصوات مختلفة. اللعبة بدأت تكبر منه والأسماء بدأت تزيد، وفريد بريتو بقى زي الجوكر في الكوتشينة، بيلبس الوش اللي اللعبة محتاجاه في اللحظة دي. كل اللي قلته ده كان مجرد تسخين، لأن فريد كان بيحضر لعملية نصب من نوع تقيل تاني خالص، عملية هتدخل فيها الكنيسة والمقدسات. يعني كان مقتنع ان الناس بتصدق الرجل المتدين اكتر من اي حد، فقرر ان الشخصية الجاية هتكون خادم للرب عشان يسيطر على القلوب والجيوب مع بعض في نفس الوقت. وهنا بدأت اخطر مرحلة في حياته، لما قرر يبيع صكوك الغفران باسلوبه الخاص ويضحك على الناس باسم الرحمة. فريد كان فاهم سيكولوجية البشر كويس، وعارف ان الناس بتسلم مفاتيح عقولها وبيوتها لأي حد لابس ثوب التقوى، توب التقوى، وبيتكلم بصوت واطي وهادي. قرر فريد انه مش مجرد نصاب عادي، ده هيكون الاب جابرييل، الكاهن الكاثوليكي اللي راجع من بعثات انسانية بعيدة ومعاه شهادات تثبت انه واحد من اعمدة الكنيسة. راح لمدينة أبلاند في كاليفورنيا وبدأ يدخل الكنيسة بوقار يحسسك ان النور طالع من وشه، وقدر يقنعهم بأوراق مزورة طبعا انه كاهن معتمد ومحترم. المبهر في فريد انه ما كانش بيمثل في اللبس بس، لا ده حفظ القداس وتعلم حركات القساوسة، وكان بيقدر يخطب في الناس ويخليهم يعيطوا من التأثر بكلامه عن الرحمة والصدقة. الناس بقت بتثق فيه ثقة عمياء، بقوا يحكوا له أسرارهم في غرفة الاعتراف ويسلموه تبرعاتهم وهم مطمنين انها رايحة للفقراء. وهو طبعا كان بياخد الفلوس دي وبيصرف على حياته التانية الفارهة. وصلت بيه الجرأة انه بدأ يعمل مراسم جواز وتعميد حقيقية. يعني في ناس دلوقتي لغاية دلوقتي جوازهم باطل قانونا لان اللي جوزهم كان نصاب هارب من العدالة. الكنيسة كانت مبهورة بيه لدرجة انهم رشحوه لمنصب مدير جمعية خيرية كبيرة. وهناك بدأ فريد يمارس هوايته في نهب الصناديق بذكاء يخلي المحاسبين يفتكروه ملاك ما بيضيعش مليم. فريد بريتو كان بيلعب الدور لدرجة انه هو كان بيصدق نفسه. يعني كان بيقعد مع السادة والمسؤولين بصفته ممثل الكنيسة ويناقش قضايا أخلاقية، وهو أصلا الأخلاق متبرية منه وعليه أحكام بالسجن. لكن القناع بدأ يتشقق لما واحد من الكنيسة لاحظ ان الأب جبرائيل عنده تفاصيل في كلامه متناقضة مع بروتوكولات الكنيسة الكاثوليكية الرسمية، فبدأوا يدوروا وراه بهدوء وبعتوا استفسار للأبرشية اللي هو ادعى انه جاي منها. والرد نزل عليهم زي الصاعقة، مفيش حد بالاسم ده واحنا ما نعرفش عنه حاجة. قبل ما يتقبض عليه بدقايق حاسة الشمع عند فريد كانت شغالة، الله ينور. يعني حس ان الريحة طلعت، ريحته فاحت، فجمع الغلة اللي كان بيحوشها في وقت النصب واختفى في لمح البصر، وساب وراه مئات الناس المصدومين اللي اكتشفوا انهم كانوا بيفضفضوا لواحد نصاب. بس فريد ما كانش ناوي يقعد في البيت، لا ده اتعلم من تجربة الكنيسة ان الثبات والثقة هم اللي بيخلوه فوق الشبهات. فقرر المرة دي يروح لمكان اكبر بكتير. قرر انه مش هيكون كاهن بس، لا ده هيكون ناشط اجتماعي وقائد في المجتمع المدني. وبدأ يصمم هوية جديدة خالص باسم فريدريكو بريتو. المدهش انه قدر يقنع ناس في لوس أنجلوس انه خبير في التنوع الثقافي، وتعين فعلا في مراكز حساسة، وبقى بيتعامل مع رؤساء بلديات وقادة شرطة. كان بيقف قدام الكاميرات بكل برود وثقة يدافع عن حقوق الأقليات ويطالب بالعدالة، وهو في الحقيقة هربان منها، وصوره موجودة في سجلات المجرمين الخطيرين. فريد كان بيتلذذ بخداع النخبة، كان شايف ان ذكائه اعلى من كل اللي حواليه،
وإن المجتمع ده هش لدرجة إن أي حد معاه كارت تعريف شخصي بيزنس كارد لامع يقدر يحكمه. فدي كانت النقلة النوعية في حياة فريد، لأنه عرف إن مفيش سقف للي ممكن يوصله لو عرف يلمس الوتر الحساس عند الناس، سواء كان الوتر ده هو الدين أو الانتماء. بس الطموح القاتل خلاه يفكر في الخطوة الجاية: واشنطن العاصمة وقلب السياسة الأمريكية، حيث النصب هناك هيبقى على المستويات الفيدرالية والدولية. فريد بريتو كان فاهم ان السياسة في امريكا عبارة عن علاقات عامة وشوية برستيج، فقرر يلبس وش الخبير الاستراتيجي والمخطط السياسي اللي مالوش حل. بدأ يزور خطابات توصية مش من اي حد، يعني دي كانت من اعضاء في الكونغرس وشخصيات عامة، وصمم CV سيرة ذاتية خيالية. بيقول انه اشتغل في حملات انتخابية كبيرة ونجحها، فبذكاء يحسد عليه الحقيقة قدر يقنع مجلس مدينة شيكاغو انه الخيار الامثل لمنصب مستشار، واشتغل فعلا هناك لفترة وقدر يسيطر على ميزانيات ضخمة بكلمتين حلوين. بس طموحه كان اكبر من كده بكتير، الكابيتول هيل، قلب الحكم في امريكا. فبدأ يتسلل للدوائر السياسية في واشنطن دي سي بصفته محلل سياسي مخضرم، وبدأ يظهر في المؤتمرات والندوات. المذهل ان فريد كان بيقعد يعني وسط ناس دارسين علوم سياسية في هارفارد وييل، وكان بيقدر يفتي ويحلل في مواقف دولية، والكل كان بيهز له راسه بالموافقة اعجابا بالعبقرية اللي شايفينها. قدر يوصل انه يتعين في منصب مدير التخطيط لجمعيات سياسية تقيلة، وبقى بيتعامل مع سيناتورات ونواب في الكونغرس بشكل يومي وكأنهم صحابه وأنداده. فريد كان بيعتمد على التدليس الرقمي، يعني كان بيعمل لنفسه مواقع إلكترونية وهمية لشركات استشارية، ويحط أرقام تليفونات لسكرتارية هم أصلا عبارة عن أجهزة تسجيل بصوته هو اللي بيعرف يغيره، يعني كان فويس اوفر محترم، بل كان ممثل صوتي محترم. في لحظة من اللحظات فريد كان على بعد خطوة واحدة من انه ياخد منصب رسمي كبير في الحكومة الفيدرالية، وكان بيتحرك في أروقة واشنطن بكل ثقة، يعني لابس البدل الأغلى وراكب العربيات الأفخم. الناس في واشنطن كانوا شايفينه الرجل المعجزة اللي بيعرف يحل المشاكل المعقدة وبيخطط للمستقبل، مستقبل البلد بحالها أمريكا، ومحدش كلف نفسه يرفع سماعة التليفون ويتأكد من سجلاته الإجرامية. فريد كان بيتلذذ وهو بيشوف قادة العالم بيسمعوا له بإنصات، وكان في سره بيضحك ويقول لو عرفتوا ان اللي بيكلمكم ده مجرد نصاب هربان من لوس أنجلوس. النظام في واشنطن بيعتمد على الثقة المتبادلة يعني بين النخب، وفريد عرف يخترق النظام ده، نظام الحماية ده، وده عن طريق انه بقى واحد منهم في الشكل والمنطق والاسلوب فقط. يعني وصل بيه الجبروت انه بدأ يكتب مقالات في صحف ويطلع في لقاءات تلفزيونية بصفته خبير سياسي، وبقى وجه معروف في الصالونات السياسية الراقية. فريد بريتو اثبت ان الوجهة في عالم السياسة اهم من المضمون، وان اللي معاه كاريزما وقدرة على التلاعب بالكلمات ممكن يحكم عقول الناس اللي بتحكم العالم. كان بيجمع تبرعات لحملات وهمية ويقنع المتبرعين ان الفلوس دي هتروح لدعم قضايا نبيلة، وهي في الحقيقة كانت بتروح لحساباته الشخصية عشان يكمل المسرحية. خلال الفترة دي فريد كان عايش في رعب جميل، رعب انه يتكشف في اي لحظة، وجماله في انه قدر يخدع اذكياء الارض ويخليهم يمشوا وراه زي العميان. بس زي ما بيقولوا دايرة السياسة ضيقة، ومع كتر الظهور بدأت تتركز عليه العيون، وبدأ في ناس تسأل الراجل ده طلع لنا منين فجأة كده وبكل القوة دي. بدأت بقى الخيوط تتقطع لما واحد من المساعدين السياسيين شك في تفاصيل صغيرة في قصة حياة فريد، وبدأ يعمل عنه باك جراوند تشيك، بحث في ماضيه بشكل دقيق شوية. وهنا كانت بداية النهاية للأسطورة، لأن
واشنطن دي سي زي ما هي، يعني زي ما بترفعك فوق للسماء، هي اللي هتدفنك في 7 أرض لو عرفت انك مزور. الغلطة اللي وقعت فريد ما كانتش غلطة كبيرة، بالعكس دي كانت تفصيلة تافهة جدا، يعني زي ما بيحصل في أفلام الإثارة كده. بدأت شكوك بسيطة من موظف إداري في مجلس ولاية كاليفورنيا. فريد كان قدم على وظيفة حساسة جدا، والسيستم المرة دي كان مرموق زيادة عن اللزوم. الموظف لاحظ ان شهادات فريد وتواريخه وتواريخ شغله فيها تضارب مش منطقي. بالظبط كده، انا عارف انك استغربت وبتسأل نفسك ازاي داهية شبه فريد تعدي عليه حاجة شبه كده. المهم، بدأ الموظف يرفع سماعة التليفون ويكلم الجامعات اللي فريد كاتب انه اتخرج منها، والرد كان كالصاعقة: مفيش حد بالاسم ده دخل الجامعة دي اصلا. هنا بدأت كرة التلج بقى تكبر، والمباحث الفيدرالية FBI دخلت على الخط، وبدأوا ينبشوا في تاريخ الجوكر اللي محيرهم، واكتشفوا ان الخبير الاستراتيجي والكاهن الوقور والمستشار السياسي هما شخص واحد: فريد بريتو. FBI طلعوا امر ضبط واحضار على طول، بس فريد ما كانش صيدة سهلة. الراجل ده كان عنده حاسة سادسة للخطر، وبمجرد ما شم ريحة الحكومة بخر نفسه من واشنطن دي سي، واشنطن العاصمة، واختفى تماما عشان تبدأ مطاردة سينمائية من ولاية لولاية. وكان بيستخدم طبعا أقوى أسلحته، اللي هو إنه كان بيغير هويته وشكله في كل محطة. مرة يلبس نظارة، ومرة يصبغ شعره، ومرة يغير نبرة صوته تماما، ومرة يصطنع إعاقة، وهكذا. في لوس أنجلوس كان بيتحرك زي الزئبق. قدر يهرب من كمين للشرطة بدم بارد لما أقنع العسكري إنه مواطن شريف ومجني عليه، والعسكري سابه يمشي. فريد كان بيعتمد على الهروب للأمام، يعني بدل ما يستخبى في جحر، لا ده كان بيروح يقدم في وظيفة جديدة بهوية جديدة عشان يفضل متخفي ومختفي في النور. وصلت بيه البجاحة انه وهو مطلوب للعدالة راح قدم على وظيفة في جمعية حقوقية، ونادى وطالب بحماية القانون للناس، والناس هناك صدقوه وساعدوه، يعني هو بيضحك عليهم. يعني الصحافة بدأت تنشر صوره وتسميه نصاب الحرباء، والناس اللي اتنصب عليهم في الكنيسة والسياسة بقوا بيضربوا كف على كف: ازاي ده ضحك علينا كده. فريد كان شوية بيعيش في فنادق رخيصة، وشوية بيعيش في قصور فارهة، وطبعا ده حسب المصلحة يعني اللي شغال عليها. ما هو عشان يلبس الشخصية الصح لازم محيط وبيئة الشخصية تبقى هي كمان صح ومناسبة ليها وبتدعمها. بس مع مرور السنين الدنيا بدأت تضيق عليه، لأن صوره خلاص بقت في كل حتة وفي نشرات الأخبار، عشان في سنة 2004 تكون المواجهة الأخيرة. فريد كان شغال في مؤسسة فكرية كبيرة، والشرطة حصرت المكان، والمرة دي ما كانش فيه مهرب. حاول فريد انه يمثل انه مصدوم وان في سوء تفاهم، بس الكلبشات كانت اسرع من لسانه، واتسحب للمحاكمة وهو لسه لابس البدلة الغالية اللي نصب بيها على اخر ضحية. في المحكمة فريد بريتو ما كانش مجرد متهم، لا ده كان عامل زي ممثل مسرحي بارع، كان بيتكلم بلباقة ويدافع عن نفسه وكأنه قاضٍ، مش مجرد يعني مش مجرم ولا محامي ولا وكيل نيابة، لا قاضي. القاضي نفسه قال له: انت عندك موهبة فظيعة في الإقناع، يعني خسارة انك استخدمتها في تدمير حياة الناس. وفريد رد عليه بابتسامة صفرة وكأنه فخور بجريمته. السقوط ما كانش بس لفريد، ده كان سقوط لكل المؤسسات اللي وثقت فيه من غير ما تفتش وراه. وبدأت بقى قضية فريد يعني بقت هي الفضيحة اللي خلت أمريكا كلها تعيد حساباتها في فكرة الأمن والأمان. فريد بريتو اتقبض عليه، بس الأسطورة بتاعته كانت لسه بتبدأ، لأن اللي عمله الراجل ده هز ثقة الناس في أي حد لابس بدلة وجرافاتة وبيرغي بكلمتين حلوين. فريد دلوقتي ورا القضبان، بس عقله لسه شغال. يا ترى الحرباية هتقدر تتلون تاني جوه السجن، ولا دي كانت آخر خدعة في جراب الساحر؟ 20 years ago, I was 16 years old. I was living in Los Angeles. I was a kid. 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 I was
بعد سنين من اللف والدوران، فريد بريتو لقى نفسه في زنزانة ضيقة ما فيهاش سجاد أحمر ولا كراسي جلد ولا ناس بتهزله راسها إعجابا بكلامه. المحاكمة بتاعته كانت ترند وقتها. كل المؤسسات اللي نصب عليها كانت بتحاول تداري خيبتها وكانوا بيتمنوا الأرض تنشق وتبلعه عشان الفضيحة دي تخلص. فريد اتحكم عليه بالسجن، بس حتى وهو جوه السجن ما كانش سجين عادي، لا ده بدأ يمثل دور السجين التائب المثالي، وبقى بيعلم المساجين ازاي يتكلموا وازاي يلبسوا وكأنه لسه مستشار. الغريب ان فريد لما خرج من السجن بعد ما قضى عقوبته ما بطلش يثير الجدل عنه. يعني طلع في برامج تلفزيونية وبقى بيحكي قصته بمنتهى الفخر وكأنه بطل قومي مش مجرم. كان بيقعد يضحك وهو بيحكي ازاي قعد مع سيناتورات ووزراء وهم فاكرينه دكتور، وازاي عمل مراسم جواز لناس وهو نصاب، وبقت قصته مادة دسمة للي حابين يفهموا سيكولوجية النصاب. فريد تحول لأيقونة في عالم الاحتيال، لدرجة ان في خبراء امن بقوا بيجيبوه عشان يوريهم الثغرات اللي في النظام. ما فيش حد اضرب بالخرم غير الفار اللي دخل منه، مش كده ولا ايه؟ لكن الحقيقة المرة ان فريد رغم ذكائه ضيع عمره في وهم كان يقدر يكون من انجح الناس لو استغل عبقريته دي في طريق صح. بس هو اختار يعيش حياة غيره بدل ما يبني حياته هو. النهاردة اسم فريد بريتو بيذكر في كتب علم النفس وتحريات ال FBI كأخطر مثال على اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع الممزوج بذكاء خارق. فريد ساب ذكرى سودة ومنيلة ب60 نيلة في قلوب الناس، يعني اللي وثقت فيه وحكت له أسرارها، وساب درس قاسي لكل مدير شركة أو مسؤول كنيسة إنه ما يثقش في المظاهر. النهاية ما كانتش درامية زي الأفلام. فريد كبر في السن والوشوش اللي كان بيلبسها ما بقتش تليق عليه خلاص، وعلى ملامحه اللي بدأت أو اللي كرمشت خلاص، والحرباية خلاص فقدت قدرتها على التلون. عاش بقية حياته وهو بيحاول يبيع قصته لشركات الإنتاج في هوليوود عشان يفضل نجم حتى وهو منبوذ، لأن أكتر حاجة كان بيخاف منها فريد هي إنه يكون شخص نكرة. انه هو لو ركز شوية هيلاقي انه هو اللي طمس شخصيته الحقيقية اللي ربنا خلقه عليها، وهو اللي خلى نفسه نكرة. هو ذات نفسه ما اكتشفش نفسه الحقيقية، هو اللي عمل كده في نفسه اصلا. فقصة فريد بريتو هي الصدمة اللي خلت العالم يدرك ان الورق ممكن يتزور والكلام ممكن يتزوق، بس الاصل هو الحاجة الوحيدة اللي ما بيعرفش يقلدها النصاب. انتهت حكاية الحرباء البشرية المايسترو المزيف، وانطوت صفحة من أغرب صفحات الخداع في تاريخ أمريكا، وفضل فريد بريتو مجرد حكاية بنحكيها عشان ناخد حذرنا من أي حد مثالي زيادة عن اللزوم. قصة فريد بريتو هي بالظبط قصة الراجل اللي باع الهوا في أزايز وضحك على العالم ببدلة وجرافاتة وكلمتين حلوين. فخلي بالك يا كينج، وخلي بالك يا كوين، الدنيا من حواليكم لسه مليانة فريد بريتو كتير بس بأشكال تانية. والذكاء مش إنك تنصب، الذكاء إنك ما يتنصبش عليك. المظاهر هي السلاح الأول للخداع. الدرس الأول هو إن البدلة الغالية واللكنة الأرستقراطية مش دليل على الأمانة. فريد اعتمد على ان الناس بتنبهر بالقشرة الخارجية وتهمل الجوهر. لازم نتعلم نفتش ورا الوجهة وما نسمحش للمظاهر انها تعمي عيوننا عن الحقيقة. الثقة تبنى ولا تمنح. اكبر غلطة وقعت فيها الكنيسة والسياسيين هي الثقة العمياء بمجرد رؤية خطابات توصية. الدرس هنا انك لازم تتحقق من المصدر، يعني تعمل دبل تشيك بنفسك وما تقبلش اي ورقة او توصية كحقيقة مسلم بيها، لان التزوير في الزمن اللي احنا فيه ده بقى اسهل من شرب المية. الثبات الانفعالي هو مفتاح النصاب. فريد كان بيقدر يبص في عين الضحية ويكذب بدم بارد، وده بيعلمنا ان لغة الجسد الواثقة مش دايما دليل على الصدق. احيانا
بتكون أداة احترافية للتلاعب، واللي بيكشفها التناقضات اللي في الكلام أكتر من التركيز في قوة الشخصية اللي قدامنا. نظام التدقيق هو حائط الصد الوحيد. يعني المؤسسات اللي وقعت ضحية لفريد كانت بتعاني من ثغرات في نظام فحص الخلفية اللي هو الباك جراوند تشيك. الدرس هو ان اي مؤسسة مهما كانت صغيرة لازم يكون عندها سيستم صارم للتأكد من هوية وتاريخ اي حد بيتعامل معاها، لان غلطة واحدة ممكن تدمر سمعة كيان بتتبني بقالها سنين. والعبقرية بلا أخلاق هي دمار شامل. قصة فريد بريتو بتورينا إن الذكاء لوحده مش كفاية. الموهبة لو ما كانتش ليها وازع أخلاقي هتكون مجرد أداة للجريمة. فالدرس لينا إننا نقدر المبادئ أكتر من تقديرنا للشطارة، ونعرف إن اللي بيوصل بسرعة عن طريق الكذب بيقع أسرع وقت الحقيقة. وبس كده، بشكرك انك وصلت لغاية هنا. وعلى فكرة ممكن في التعليقات ترشح لي قصص وموضوعات حابب تعرف عنها. اتأكد انك ضغطت لايك وفعلت الجرس عشان يوصل لك اشعار بالقصة الجديدة هنا في الموسيون قصة. انا محمد سعد الله، والى اللقاء.